خلفت تصريحات أخيرة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باسترجاع ما مجموعه 36 مليار دولار من الأموال من عائلة واحدة. تلك التصريحات أثارت جدلا واسعا بين الجزائريين، منهم من يقول إنها خطوة كبيرة ومن بينهم لم يصدق ذلك الرقم. تبون وفي حديثه أمام مسؤولين محليين قال إن الدولة استرجعت من عائلة واحدة 500 ألف مليار، أي ما يقدر ب36 مليار دولار. شاف الشعب الجزائري مؤخرا أرقاما مهولة من الأموال التي نهبت. هذه عائلة واحدة عندها 500 ألف مليار. تصوروا يعني الباقي. هذا المال كان قعد، كانت الجزائر به تصبح قوة اقتصادية قارية ومتوسطية